السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس، معايا النهاردة النماذج الاسترشادية على مادة الدراسات على امتحانات الشهر الأول. هنشوف مع بعض النموذج الأول ونحله مع بعض سؤال سؤال. أول حاجة عندنا بيقول أمامك خريطة صماء للوطن العربي، أكتب مدلول الأرقام عليها. يعني شوف الأرقام بتدل فين واكتب الأرقام ديت تكون ايه. أول حاجة عندي رقم 1 الصحراء. أول حاجة عندي دي الصحراء ايه؟ رقم 1 الصحراء هي المفروض ان هي هنا هي الصحراء الكبرى، دي الصحراء الكبرى. طيب، دولة تعاني من قلة السكان، دولة بتعاني من قلة السكان وزيادة الموارد. ايه هي الدولة اللي بتعاني من قلة السكان وزيادة الموارد؟ عندي في رقم 2 الصغيرة خالص ديت، لو ناخد بالنا كويس جدا منها اهيت. رقم 2 هي قطر. هي قطر عندهم موارد كتيرة وقلة في السكان. طيب، تالت حاجة دولة يزيد فيها معدل الأمية. رقم 3 فين؟ هبص هنا رقم 3 اهيت. 3 هنا يا ولاد ايه؟ ديت دولة موريتانيا، وديت بيقل فيها نسبة الأمية، قصدي بتزيد فيها كتير، موريتانيا. طيب، رقم 4 بيقول لي دولة تسجل أعلى معدلات البطالة. مين الدولة اللي بتسجل أعلى معدلات البطالة وفين هي؟ هي رقم 5 اللي هنا زي ما احنا شايفين كده، ديت دولة الصومال. هي فيها فعلا بطالة عالية جدا زي ما خدنا في الدرس معانا. رقم ب اذكر نتيجة واحدة ليه. اذكر نتيجة واحدة لإيه؟ لتكريم الإسلام للمرأة. ايه النتائج اللي اترتبت ان الإسلام كرم المرأة؟ يعني بقى ليها ايه، او ترتب على تكريم الإسلام للمرأة ايه؟ هنقوله لما كرم الإسلام المرأة، اول حاجة اعطى لها الحق في الميراث. ايه كمان يا ولاد؟ والتملك، بقت تقدر ان هي تمتلك اشياء او قطعة ارض، تمتلك تجارة، تمتلك محال، تمتلك منازل، تمتلك اي حاجة تبقى ليها احقية فيها. وكمان تقدر ان هي ادارة اموالها. احنا عارفين ان كان قبل الاسلام ما كانش المرأة تقدر ان هي تمتلك اي شيء، ولا كان ليها حق في الميراث، ولا تقدر كمان ان هي تدير اموالها لو هي عندها اموال. وكمان تقدر ان هي تشرف عليها وتشرف على شؤونها الاقتصادية كلها. كمان الاشراف على شؤونها الاقتصادية يعني اي شؤون بتتعلق بالاموال الخاصة بيها. طيب، السؤال التاني معانا اكتب كلمة صواب امام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارات الغير صحيحة. اول حاجة، حققت المرأة العربية العديد من الإنجازات على المستوى الدولي. هل حققت المرأة العربية العديد من الإنجازات على المستوى الدولي؟ طبعا احنا قلنا بقت قاضية وبقت وزيرة وبقت مستشارة وبقت في اللي هي الأحزاب زي الحزب زي مجلس الشعب ومجلس الشورى، والحاجات دي بتناقش طبعا قضايا دولية برضو، يبقى الإجابة صح. طيب، تستقبل البحرين وسوريا أعدادا من الوافدين من أصحاب الخبرات. هل بتستقبل البحرين وسوريا؟ لا طبعا، هي ديت مش من الدول اللي هي مواردها كتيرة فمش هتستقبل. طيب، تولت السيدة أسماء بنت أبي بكر الإشراف على الأسواق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. يعني السيدة أسماء اتولت الإشراف على الأسواق في عهد عمر بن الخطاب؟ لا طبعا، مش أسماء اللي كانت متولية الموضوع ده. تسعى حاليا الدول العربية إلى زيادة الإنفاق على التعليم. تسعى حاليا، الإجابة ديت صحيح، لأن هي عايزة تكثف الإنفاق على التعليم علشان يبقى المستوى أفضل، هو ومستوى الصحة برضو. تؤدي الهجرة إلى المدن إلى ارتفاع نسبة التلوث. هل الهجرة إلى المدن بتؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث؟ طبعا، لأن هي بتزيد الكثافة السكانية فيها، فبالتالي بيبقى في استخدام للسيارات كتير، بيبقى في عوادم سيارات كتير في الجو، بيبقى في مصانع أكتر علشان العمالة تبقى فيها شغالة، فبالتالي برضو كتر المصانع في المدن بيبقى برضو بيساعد على زيادة نسبة التلوث في الجو. السؤال الثالث معانا بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. أول حاجة معايا إيه؟
ضمت طبقة العامة في المجتمع الإسلامي. ضمت طبقة العامة في المجتمع الإسلامي إيه؟ يعني عايز طبقة العامة دي بتضم مين؟ بتضم الأمراء؟ لا طبعا أكيد مش الأمراء في الطبقة العامة. صغار العمال، رؤساء الحرف، قادة الجند. مين يا ولاد بقى؟ طبعا رؤساء الحرف في الطبقة اللي أعلى من الطبقة العامة، وقادة الجند برضو في الطبقة اللي أعلى منها. يبقى عندي اللي تنفع فين؟ صغار العمال. هم صغار العمال، والفئة العامة هي اللي بتبقى في طبقة العامة، يعني أي حد من الشعب عادي. تاني حاجة، يندر السكان في الوطن العربي فين؟ بيندر السكان فين يا ولاد؟ في مرتفعات لبنان، ولا في وادي النيل، ولا في الصحراء الكبرى، ولا في بلاد الشام؟ طبعا وادي النيل احنا عارفين ان هو فيه تكدس سكاني اصلا. مرتفعات لبنان فيها معدل سكاني كويس، لان هي المناخ هناك معتدل زي ما كنا واخدين في الدرس. بلاد الشام برضو المناخ معتدل وفيه كثافة سكانية معتدلة. اما الصحراء الكبرى هي اللي فيها ندرة في السكان، لان هي طبعا مش متوفر فيها الخدمات، وطبعا شدة الحرارة، مفيش مياه، مفيش موارد خدمات، وهكذا. طيب تالت حاجة معايا، ثلث سكان الوطن العربي يعيشون فين؟ يعني تلت سكان الوطن العربي بيعيشوا فين؟ في الواحات، ولا في الصحاري، ولا في الريف، ولا في الحضر؟ يعني بديهيا كده الواحات اكيد مش هيبقى فيها تلت سكان الوطن العربي، لان هي بتبقى مساحة صغيرة جدا وبتعيش على المياه الجوفية. كمان الصحاري برضو نفس الموضوع، الصحاري بيبقى فيها مناطق صحراوية كتير ومناطق جبلية، وبالتالي غير مؤهلة ان يبقى فيها سكان كتير، مش سكان بس قليل، ده ما ينفعش يبقى فيها اصلا سكان كتير. كمان معايا الريف هنا برضو ما تنفعش، لان الريف هم بيهاجروا اصلا من الريف للمدن الحضرية علشان الاعمال وعلشان الخدمات وعلشان التعليم واشياء كتيرة جدا على حسب الهجرة ليه. يبقى عندي مين اللي اتبقت وهي اللي تنفع معايا؟ هي الحضر. طيب من المشكلات رقم 4، من المشكلات التي تواجه السكان في وطننا العربي ايه من المشكلات اللي بتواجه وطننا العربي؟ وهي انتشار التعليم. هل انتشار التعليم ده هيبقى مشكلة بالنسبة لنا؟ لا طبعا. طيب انخفاض الوفيات، هل انخفاض الوفيات ده هيبقى فيه مشكلة؟ لا برضو. طيب انتشار البطالة، انتشار البطالة دي من المشكلات اللي كانت بتقابل الوطن العربي، هي ومشكلة الأمية. كمان في ايه؟ انتشار المدن الجديدة. هي المدن الجديدة لما هتنتشر هل ده هيشكل معايا مشكلة؟ بالعكس ده هيحللي مشكلة ازدحام السكان. يبقى عندي مين؟ هو انتشار البطالة هي المشكلة اللي بتواجه السكان. رقم 5، تعمل ايه على نشر الوعي بقضايا المرأة العربية في مختلف المجالات؟ مين المنظمة اللي بتعمل على نشر الوعي بقضايا المرأة؟ يا ترى مين؟ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولا زي ما قلت اهو للتنمية الزراعية، يعني خاصة بايه يا ولاد؟ خاصة بالزراعة، ملهاش دعوة بمين؟ بالمرأة. طيب منظمة المرأة العربية، حلوة دي منظمة المرأة العربية، هي فعلا بتهتم بقضايا المرأة. طب نشوف بقية الاختيارات ايه. المنظمة الدولية للهجرة، الهجرة ملهاش دعوة بالمرأة. طيب منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية هي بتهتم بإيه يا ولاد؟ بتهتم بالصحة بس لكل فئات الوطن العربي ولكل فئات العالم، يعني ملهاش دعوة بالمرأة بس، وملهاش دعوة غير بصحتها، هي بتهتم بشؤون الصحة عالميا سواء في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي، يعني مهمتها الصحة وبس. لكن عندي منظمة المرأة العربية هي اللي بتهتم بالمرأة العربية في كل المجالات، سواء في مجالات اقتصادية، سواء في مجالات سياسية، سواء في حريات المرأة وحقوق المرأة وكل حاجة بتتعلق بالمرأة. يبقى عندي هي مين؟ منظمة المرأة العربية. اللي لسه ما عملش اشتراك في القناة يروح حالا يعمل اشتراك ويعمل تفعيل للجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا على خير في النموذج التاني ان شاء الله. هنحل مع بعض قبل امتحانات الشهر، واللي امتحن تبقى دي بالنسبة له مراجعة كويسة جدا قبل ما ندخل في الدرس الجديد، واللي ما امتحنش يبقى ديت برضو مراجعة قبل الامتحان. اشوفكوا على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك للقناة علشان توصل لكل زمايلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.